شفنا الموت بعينينا انا واخويا لولا ستر ربنا. واسمع القصه. توفيق كلمني وقال لي يا ريت تنشر قصتي لعلها تكون عبره للناس. ما اسمهوش توفيق، بس القصه اللي حصلت كان فيها توفيق كبير. شهر 6 اللي فات بعد القصير ب20 كيلو وانت رايح على مرسى علم، يوم الجمعه وطالعين رحله صيد 10 اشخاص، صيد بالخيط العادي من غير مركب. واحنا بنصطاد وقع من اخويا الفل اللي ملفوف عليه خيط الصيد وخده الطيار. نزل اخويا الميه يجيب الخيط وعشان يرجع ابدا حاول كتير بس الخوف سيطر عليه. الخوف ده العدو الاول. المهم بدأ يقول لاخوه ما تعومش عكس الطيار، سيب نفسك وامشي معاه، لحد ما الطيار خده لدرجة انه اختفى عن الانظار. اخويا يا اخي وخايف عليه قمت نطيت في المية انقذه. بس فعلا اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. حصل معايا نفس اللي حصل معاه لدرجة ان ما بقتش شايف لا الشط ولا اخويا وبقيت في وسط البحر، وانا اصلا ما بلعبش رياضه ووزني زايد وجسمي كله تعب. قلت خلاص انا اخويا غرق وانا كمان هغرق. بص الاحباط يموت. وبعد شويه شفت اخويا من بعيد بيطلع على الصخور، قلت الحمد لله الحمد لله. فاكر يا صديقي لما قلت لك سيب نفسك مع الطيار مهما كان هياخدك لاقرب شط وما تخافش وعوم موازي معاه. رد الامل في توفيق وقال انا هطلع من نفس المكان اللي اخويا طلع منه، بس جسمي مش قادر واعوم متر السحب يجيبني 4 متر ورا. قلت خلاص دي النهاية وقلت الشهادة. بس عشان ليا عمر وربنا رايد أعيش لأمي ولبناتي لقيت لانش جاي من لا شيء ورد فيا الأمل وفضلت أعوم وأسبح عشان بس يشوفوني. شفت بقى الأمل يعمل المعجزات. وأخيرا بيختم توفيق ويقول كل اللي أقدر أقوله إنك تستمر. لولا فيديوهاتك ونصايحك بعد عون الله طبعا وقدره كان زماننا أنا وأخويا في تعداد الموتى. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ودمتم سالمين.